8 ديال الصباح، الكومين ديال بارتان، ضواحي تاع بروكسل. دوز ليلة كاملة بلا نعاس، تنتسنى يبان الضو ديال النهار. واخا هاد المدينة فهاد الشهر ديال فيفري عمرها ما تتشوف الضو، ديما السما لاصقة مع الأرض وغارقة في الضبابة. هاد الصباح كان عندي رونديفو مهم للكارير ديالي ككاتب قصص. كان النهار الأول اللي يخرج فيه الكتاب الرابع ديالي، مملكة الشياطين. رونديفو كان مع دار النشر اللي خدام معاه، جات في بروكسل وسميتها لاطلاس دو نور. ما كان تعرفها حتى شي واحد قبل ما يخرج الكتاب الثالث ديالي. كان سميتو لعنة الأشباح. دار مبيعات محترمة وترجموه لشي 4 ديال اللغات. حل بزاف ديال المشاكل هذيك دار النشر، كانت غارقة كريديات ولي زافير ديالهم ما غادينش مزيان، وخلاني تا انا نعيش حياة مرتاحة على ما نخرج الكتاب الرابع. سبونسور ديال هاد الفيديو غيكون هو وان اكس بات. وان اكس بات واحد البلاتفورم تخليك تران على الفروق المفضله ديالك ولا الفروق اللي متابعه وكلشي بالتليفون. وبيان سور خاص يكون واحد الانسان مولف تيكوتي الماتشات. نهار الحد كاين ماتش بين ارسنال وليفربول، الا دخلتي بالكود برومو ديالي اللي هو بلقات 23 غير تدخل عندهم للسيت غيعطوك بونيس فيه 2600 درهم. غنخليكم الاخوان كلشي باول تعليق. حد سعيد للجميع ورجعوا الحلقه ديالنا. هاد 2 سيمانات اللي فاتوا دار النشر خسرات بزاف ديال الفلوس في الاشهارات والماركتينغ. كانوا باغيين هاد الكتاب الجديد يحقق نجاح احسن من الكتاب اللي قبل منه. مع جوية 9 ديال الصباح كنت مقاري الطوموبيل قدام الباركين ولقيت ديجا المدير ديال دار النشر شاعل كارو تيتسناني قدام الباب. كان فرحان وبالطريقه اللي استقبلني بها عرفت الكتاب دار بدايه موفقه. لي بريكوموند هذاك الصباح بداو تيطيحوا على دار النشر فحال الشتا. هذاك المدير كان تيفهم غير في لغه الارقام والله اخر برودوي بور ديال الراسماليه. ما فهمت كيفاش تلاح لهاد الدومين ديال ليديسيون والثقافه. غيكون قاري شي 10 كتوبه في حياته كامل وكان داخلها شكاره وصناعه هاد الدومين. ملي كان تيخرج شي كتاب جديد وتيدير ضجه في الاعلام سعيد ديما على شي واحد من هذوك البياضق اللي خدامين عنده، هذوك المثقفين اللي ما تيديوهاش في حالتهم وديما مشاكين ما عارفينش قيمه راسهم. النوع اللي تلقى ديما نظرهم فوق شي كتاب معقد وما فيه ما يتقرا، بحال كريتيك دو لا ريزون بيور ديال ايمانويل كانت فاهمينو غير شي 6000 واحد فوق هاد الارض. هذاك المدير كان تيسد على واحد فيهم في البيرو ديالو وتيقول لي عطيني الملخص ديال الكتاب اللي داير ضجه والراي ديالك الشخصي في القصه. والسي المدير فحال شي بيروكي تيقيد كلشي وتيعاود نفس هذيك لا كريتيك حرفيا للصحافه باش يبان تا هو مثقف وعنده بلاصتو في الدومين. كان من هذوك الغلاط اللي ما فايتينش متر و 69. من الكوستيم ديالو تيبان عنده علم على الشكاره، الفيستا عريضه من الفوق ومقزبين ليه السروال من التحت. توري الفصاله ديال هذاك الكوستيم لشي كوتوري معروف ايش نقلا سوريه تلاح لتا بالنايت. ملي قربت للباب عنقني فحال شي بانغوا يديه كانوا قصار. قال لي بان عندي لك دو بون نوفيل. الاولى راك عارفه من البارح في العشيه حتى لهاد الصباح جاتنا ديجا 20,000 بريكوموند وهادي على البدايه. تيبان ليا مملكه الشياطين غيحطم ارقام وغنديرو ارباح عمرنا ما كنا نتوقعوها. جرني معاه حتى البيرو ديالو في هذوك الدروج وكان شادني من دراعي فحال شي رزمه ديال الفلوس خايفه تفلت ليه من يديه. قال لي لا نوفيل الثانيه هي المهمه وبغيتك تكونسونطر عليها مزيان. بقى تيدور عليا في هذاك البيرو فحال شي روكان ساكت وما عارفش كيفاش يدخل في الموضوع. قال لي بغيتك تسمعني مزيان بان هادشي فيه مصلحتك وما تقاطعنيش نسالي الهضره ديالي. قال لي انا عارفك تتكره لي زادابتاسيون وعزيز عليك تكتب وتلعب بالستيل ديالك وسيرتو تعزل المواضيع، ولكن عندي لك واحد البروجي ياخذ من الوقت اقل من شهر وغنربحو من وراه بزاف ديال الفلوس. حل التيروال وحط ليا واحد التصويره فوق البيرو. قال لي هاد السيد ما يمكنش ما تكونش تعرفو، واحد من لي مليونير ديال بلجيكا سميتو بيتر فان فولكسن خدام في الدومين ديال الانرجي، عنده 60% من ليبار ديال الالكترابيل وداخل في بزاف ديال المشاريع كلها ناجحه. قال لي هادي 6 شهور سميتو السمعه ديالو تشوهات مع الصحافه تيعاودوا على شي افير عندها علاقه مع الاداء ماشي بروشه عندها 17 عام وباقا قاصره.
وركوا عليه الصحافة بحال شي كلاب مشعورين، واللي عنده شي ستيلو فايدو عليه، وبقاو تابعينو تصيفطوه للتريبينال قدام الجوج. هذاك بيتر خرج من هاد لافير بالبراءة في الجلسة الأولى. الدرية وفاميلته ما تابعوش، قالوا ما تنعرفوش وما عندنا حتى علاقة معاه. شعل المدير واحد الكارو، قال لي واش كان بريء ولا شرا الصمت ديالهم، هذا ماشي الموضوع ديالنا. بيتر فان فولكسم السمعة ديالو شفو بها الأرض، هذوك المرايقية اللي محسوبين على الصحافة. وقرر يخرج واحد الكتاب غيكون سيرة ذاتية ديالو، تيعاود فيها الإنجازات اللي دار في حياته، وساتو يسلط الضوء على المشاريع الخيرية الكثيرة اللي كان موراها وما عرفها حتى شي واحد. قال لي من الاخر هذاك بيتر فان فولكسم بغا ينقي السمية ديالو من بعد لافير مع هذيك الدرية. أول حاجة دار عيط على جوج كتاب معروفين فهادشي ديال السير الذاتية، فايتين كاتبين كتوبة بزاف للإسطار في الدومين ديال السينما والموسيقى، عطاهم شهرين وبزاف ديال العاقة باش يكتبوا لي سيرة ذاتية سور ميزور، سيرة ديال راجل قاصح في البيزنس ولكن راجل عنده قلب كبير وديما مستعد يجري في الخير، بحال المدارس اللي بنا في الافريق ولا الابار ديال الماء اللي حفر في الامريك دو سود. قال لي المليونير بغى الصورة ديالو تبدل مع هاد الكتاب، يبان فيه فحال لا مير تيريزا ديال لي بيزنس مان. قال لي منين سالو هذوك الكتاب البروجي ديالو، هذاك بيتر قرا السيرة الذاتية ديالو ولكن ما كانش عنده راي، سيتي فما في البيزنس والزيروات، واخا ما كانش مداوي الاختصاص، حسب هذاك الكتاب ديالو ما حرك فيه والو من الداخل وما يقيش العاطفة ديال الناس. وباش يحيد الشك عيط على نقاد معروفين وخد الرأي ديالهم باش يكون رأي محايد. لبس المدير النظاظر ديالو وقال لي هذا كان الجواب ديالو: الشخصية الرئيسية ثنائية الأبعاد، تفتقد العمق المطلوب وسطحية بدون أي تطوير، تتخلي القارئ حاس بالإحباط وما يمكنش يتعلق بها. أسلوب الكتابة ممل، مكتوب بطريقة ميكانيكية تفتقد التعقيد والتنوع، مجرد لصق ونسخ أعمال أدبية سابقة بدون أي إضافة، بلا 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 إلى آخره. حيد المدير النظاظر ديالو، قال لي واحد من هذوك النقاد جبت سميتك في هاد لافير وبغاوك تخدم على هاد الكتاب، ما تبدلش المعلومات اللي فيه ولكن بغاوك تزرع فيها ديك الروح اللي ناقصة. ملي تتعامل مع لي ماس ديال عباد الله، يعني الملايين ديال القراء، المؤشر ديال العاطفة تيطلع، والمطلوب منك تورك على هذيك البطونة ديال العاطفة وتلقى الكلمات المناسبة باش الناس يتبورشوا من يقراو هذيك السيرة الذاتية ويقراوها بقلبهم. قال لي هذاك المليونير ما باغيش يبيع كتاب باش يتغنى، باغي يقيس العاطفة ديال القراء، بس السمية ديالو ترجع تتلمع كما كانت في الأول. يلا بديت نحك في راسي باش نرفض هذا البروجي، وينقز عليا المدير فحال شي بوتول. قال لي السيد ما تيهموش الفلوس، حط لينا فوق الطابلة 70,000 اورو، وبيان سور دار النشر تاخد لنا 20%، وما تنساش ما طالبينش منك تكتب كتاب، باغينا ادابتاسيون، وادابتاسيون شبعانة عاطفة، وانا تنعرفك مزيان غتاخدو من وقتك قل من شهر. بقيت نشوف الديريكتور كان باغي يقنعني بأي طريقة وعينيه كانوا خارجين على الفلوس، بان ليا فحال شي شناق في السوق ديال الحواله. هزيت الصور ديال الطونوبيل، قلت لي غدا في العشيه نكون في داري، ما تنساش تصيفط ليا الكونطرا، وخرجت من هذيك البيرو. غاد لي مع جوايا 4 ديال العشيه، كانت الطونوبيله تتسناني قدام الدار وراكبين فيها دو كارد كور ضاربين كوسيمات كحلين ونضاضر كحلين. جاب لي الله فحال نبيعو ونشرو فشي 20 كيلو ديال المزيان. خرجت بالصاك ديالي حتى للطونوبيله، واحد فيهم حطو في الكوفر والثاني حل لي الباب. قال لي جاونا تعاليم عند البوس ديالنا، غندوك لواحد البلاصه كلها هدوء وتلقى فيها راحتك باش تفنن في هذاك الكتاب. ديماراو الطونوبيل وكانوا هادو هما 2 كلمات اللي تبادلنا، بقاو ساكتين الطراجي كامل، ساعه ونص ديال الطريق. وصلنا لواحد الدار كبيره باينه الميزون دو فاكونس ديال شي واحد من العراق، كلها عود مصبوغه بالبيض، واحد الخليط ديال الديزاين مع الستيل القديم. قدام الدار كانت واحد لاطيراس كبيره، فيراندا مسوده بالجاج وشوفي، وعاطيه ديريكتومون على واحد لولاك كبير. بقيت نشوف هذاك المنظر
كان منظر خلاب، تيحلك الشهية تكتب شي رومو مهيب بحال هادوك ديال ستيفن كينغ. منين دخلنا الديكور كله تبدل. اللي حاط الأثاث في هاديك الدار كان عنده ذوق ممتاز، كل حاجة كانت بلاصتها ومحطوطة بطريقة سيمتري. الستي ديالها كان سكونديناف، الأثاث كان قليل ولكن دو بون كاليتي. ملي وصلنا للكوزينة بانو ليا محطوطين بزاف ديال لي صاك ديال لي كورس، وقال لي واحد فيهم رجعوا عندك من هنا السيمانة، هادشي اللي شرينا كافي تعيش بيه 15 يوم. إلا خصاتك شي حاجة الدار فيها 3 ديال التليفونات فيكس، وكل واحد فيهم محطوطة حداه نمرة. إلا طرا شي مشكل بسيط ساعة ديال الوقت نكونو عندك هنايا. تحركو طونوبيلتهم فحال شي جروبوات، كلما كانت تبعد هاديك الطونوبيل كان تيطيح هداك الصمت والهدوء اللي ساكن هاديك الدار. بديت الخدمة ديالي هاديك العشية وجلست واحد البيرو داير كله بالشاش وعاطي على هداك المنظر ديال لولاك. ملي قريت هاديك 20 صفحة الأولى ديال هاداك الكتاب، في الأول جاب لي الضحكة ومن بعد ولا يدخلني الاكتئاب. فكرني في ماين كامف، الكتاب ديال هتلر. من البداية ديالو بدا تيسمي في أعداء ديال النجاح، والناس قراب لي خشاو ليه يموت في ظهرو باش كان في المحنة ديالو في التريبينال. عمرو ما توقع منهم هادشي كامل. لي زوتر شابيت كانوا تيدويو على الحب ديالو لبلجيكا والتضحيات اللي دار في سبيل الوطن. هذوك لي شابيتر الاولين ما كان فيهم ما يتسخر، كما تيقولوا بولشيت، بان ليا فيهم هاد التمسكين وما كاينش غرام ديال الموضوعيه. يلا جبت واحد السيلو حمر باش نبدا نباري لي شابيتر، لا يتلاح في الزباله ولا يبقى. وانا سمع صوت ديال طونوبيله فرانات لتحت، هرس هذاك الصمت اللي كنت عايش فيه. ومن بعد صوت ديال المراه تتغوت. لاباس الجاكيطه ديالي معجب حيت اقرب جار كان بعيد عليا ب 500 متر. ملي وصلت للباب بان لي راجل ومرتو جايبين ولدهم واحد الدار كلها مريب، حدا بانو مكتوبه فيه للبيع. كانت بعيده عليا بشي 100 متر. الراجل ومرتو دخلوا ولدهم الطونوبيل، ما كانش باغي وكان تيغوت، تيقول لهم البروفيسور بكر عمره ما خرج من هذيك لاكاف. والراجل دخلو سد عليه الباب ديال الطونوبيل. مرتو قربات عندي وجات سلمات عليا، قالت لي اسمح لينا بزاف على الازعاج، ولدي عنده مشاكل نفسيه، الا جا عندك شي نهار بغيتي برزت فيه عيط لينا في هاد النمره ديال التليفون غنجيو ناخدوه بالزربه. ملي رجع الصمت في هذيك الدار شعلت واحد الكارو، بقيت نشوف هذيك الدار المريبه باينه مخبيه شي سر كبير. وهذاك الدار الصغير من الشوفه الاولى ما كانش باين عليه مسطي. اخوان اخوات، نتمنى تكون عجباتكم البدايه ديال هذه القصه. المغامرات غيبداو في الحلقه 2. ما تنساش دير لايك وبارطاج هذا الفيديو الا عجباتك الحلقه الاولى. شكرا لكم والى الحلقه المقبله.